أفلام عيد الفطر 2025 والدراما تغيرات كتيرة جدا في الساحة الفنية والأعمال الفنية بقرار من الرئيس ورئيس الوزراء. القرارات الأخيرة اللي عملوها على مسلسلات رمضان كل ده هنشوفه في الحلقة دي، فيلا بينا. السلام عليكم وأهلا بيكم في حلقة جديدة هنتكلم عن كل حاجة منها في البداية، سواء قرارات الدولة من سيادة الرئيس ورئيس الوزراء، الأعمال الفنية اللي هتتعمل بعد كده، تنظيم المتحدة والرقابة اللي هيعملوها، وأفلام العيد كل سنة وأنتم طيبين وعيد سعيد عليكم وعيد الفطر المبارك. من 25 أفلام العيد اللي نازلة، والبداية هنتكلم عن أفلام العيد من 25. أفلام العيد عندنا تقريبا 4 أفلام لغاية دلوقتي هم اللي نازلين في السباق العيد، سباق الأفلام. أول فيلم معانا فيلم سيكو سيكو من بطولة عصام عمر وطه الدسوقي، ومعاه خالد الصاوي وباسم سمرة النجوم الكبار. فالفيلم دوت نازل في العيد الصغير، تقريبا هينزل في يوم الوقفة، هيبقى العرض بتاعه أول عرض، وقبليها هيبقى فيها عرض خاص اليوم اللي قبل الوقفة تقريبا، ده اللي هيحصل. فده فيلم سيكو سيكو. الفيلم اللي بعديه طبعا علي ربيع، مستمر بينزل أفلام كل عيد فطر. في الأفلام بتاعته اللي بتبقى الطابع بتاعها الكوميديا والعبثية وكده. الفيلم بتاعه النهارده من بطولته فيلم مدرسة الصفا الثانوية بنات، فيلم بطولة فيلم مدرسة الصفا الثانوية بنات، بطولة علي ربيع وأس ومحمد ثروت ومجموعة من نجوم مسرح مصر. أفلامه دي إنتاج أحمد السبكي وابنه كريم السبكي. الأفلام اللي بينزلها كل سنة، فده من أفلام علي ربيع في العيد. وأنا شايف الأفلام بتاعته المفروض بقى يغير شوية من جلده ويعمل أدوار مختلفة، حتى الكوميديا يعدلها، ميبقاش عبث ويقعد يتكلم بطريقة معينة ثابت عليها من أيام مسرح مصر. لازم يطور من نفسه، وهو شايفه مش بيتطور في الأفلام بتاعته. الفيلم اللي بعديه فيلم للنجم طبعا، المطرب السوبر ستار اللي بيعمل كل حاجة. الفيلم من بطولة فنان تامر حسني، فيلم ريستارت. الفيلم ده متصور من السنة اللي فاتت وخلصان، هينزلوه العيد ده. الفيلم ده من بطولة النجم تامر حسني والفنانة هنا الزاهد. هنشوف الفيلم ده، وطبعا الفيلم ده من تأليف وكتابة أيمن بهجت قمر عمل ده، ومن إخراج. فالفيلم ده هنشوف هيعمل إيه في العيد، وأنا أتوقع إن ده الفيلم ده فيلم ريستارت، ده من الأفلام اللي هتعمل أعلى إيرادات في أفلام عيد الفطر في 25. ده أكتر فيلم هيعمل إيرادات ومشاهدات في السينمات، قاعات السينما لغاية دلوقتي، مقارنة بالأفلام اللي نازلة معايا. مش عارفين في أفلام تانية هتنزل ولا لا، هم دول ال4 أفلام لسه حاليا عارفين إن هم نازلين في العيد الصغير، بس لسه ما شفناش الإعلان بتاعه ولا التريلر بتاعه، لسه منتظرين هنشوف هيعمل إيه. الفيلم الأخير معانا هو فيلم نجوم الساحل من بطولة مجموعة من الشباب الصاعدين، أحمد داش وعلي صبحي ومهند السيد ومجموعة من الشباب. فالفيلم دوت من إنتاج شركة المخرج الكبير طارق العريان. فالفيلم ده من إنتاجه. الفيلم دوت بطولة مجموعة من الشباب بيروحوا في رحلة في الساحل، بيواجهوا شوية حاجات. الفيلم ده هنشوفه هيحصل فيه إيه برضه في الفيلم ده. بعد كده معانا 4 أفلام في العيد الصغير، وأنا أتوقع لأعلى إيرادات هيبقى فيلم تامر حسني ريستارت، بعديه بقى علي ربيع وفيلم سيكو سيكو وفيلم نجوم الساحل. ده ترتيبي الشخصي، اتوقع كده. ولسه طبعا مش عارفين بقى في افلام تانية مفاجآت هتنزل في العيد ولا لا، مش عارفين لغايه دلوقتي. هم دول اللي معانا 4 أفلام، لو في جديد هننزل حلقه عنها وننزل نعملها ان شاء الله قبل العيد. فكده كل حاجه عن افلام العيد 2025. هنتكلم بقى عن الموسم الرمضاني اللي هو خلاص وصلنا لنهايه رمضان، خلاص هنفضل لنا اقل من 5 ايام، فخلاص رمضان بيخلص والمسلسلات بتخلص وبتنتهي. مسلسلات الجزء الاولاني انتهت في نص رمضان، مسلسلات الجزء الثاني اللي خلاص داخله على النهايه. فتقييمي العام بعد بقى القرارات في الاسبوع اللي فات، كان في مجموعه من القرارات الكتيره اللي اتعملت سواء من الرئيس او رئيس الوزراء على المسلسلات والأعمال الدرامية اللي هي لا تحاكي أرض الواقع، لا تحاكي من آخر الناس البسيطة والشعب المصري وعاداته والتقاليد المعروفة في مصر. سواء بقى الأفلام المسلسلات اللي معمولة كلها انتقام وبلطجة وألفاظ خارجة، وتحس إن أنت قاعد يعني حتى لو أنت قاعد في حتة شعبية مش بيقولوا الألفاظ دي، فهم بيستخدموا المسلسلات. تحس هي المسلسلات قاعدين احنا قاعدين في الشارع، خناقة ما بين ناس يعني إيه، ناس بتتعارك، ألفاظ بقى إيه كذا كذا كذا. ده مش تمثيل ولا دراما ولا أي حاجة. فالمسلسلات وبالذات مسلسلات مين؟ المخرج محمد سامي. المخرج محمد سامي أعلن اعتزاله الدراما التلفزيونية اللي هي المسلسلات، مش هيعمل مسلسلات الفترة دي، وهيسافر بره يدرس حاجة مختلفة عن الإخراج. كانوا في أخبار بتظهر اللي هو هيعمل فيلم عالمي في هوليوود أو في أي حتة تانية.
فده مش عارفين برضو هل ده فعلا حقيقة ولا لا، بس هو اعتزل الأعمال الدرامية في مصر، مش هيعمل مسلسلات تاني في رمضان. وقال لك أنا اكتشفت إن أنا بكرر نفسي أكتر من مرة والناس كرهت التكرار والحاجات دي. هو لسه، أنا عايز أعرف هو لسه مكتشف دلوقتي ولا حد أجبره اللي هو يطلع بالتصريحات ديت في الوقت ده؟ فمش عارف بصراحة. فالموضوع يعني بيتطور كتير بقى، سواء هو مسلسلات ومسلسلات تانية. إنتاج الشركة المتحدة برضو أغلبية الأعمال تكاد كلها أعمال لا تحاكي الواقع والعادات والتقاليد. فأنا شايف حاجات مختلفة طبعا. قرارات الرئيس ورئيس الوزراء اللي هم هيشكلوا لجنة رقابة على الأعمال الفنية اللي هتتعمل بكل حاجة في الفترة الجاية، وتعديل بقى وإعادة هيكلة الشركات وكل حاجة. وقالوا هو هم نفس الشركات هي اللي هتعمل كل حاجة، بس هيعدلوا عليهم وهيبقى في رقابة على السيناريو والحوار والأعمال كلها قبل ما تنزل وتتعرض في التلفزيون والمنصات الإعلامية. دي قرارات كويسة متأخرت، بس إيه، أن تأتي متأخرا أفضل من أن لا تأتي أصلا. فإيه، دي حاجات كويسة جدا. إن شاء الله الفترة الجاية تنزل حاجات مفيدة، حاجات ترفع من المجتمع، تزوده تطوره، حاجات كده يعني. دي كانت كل حاجة. والمسلسلات أنا شايف من وجهة نظري فعلا عندهم حق في الحوار ده، بس هم اكتشفوا زي ما قلت، هم اتأخروا جدا. احنا بقالنا أكتر من 15 سنة ولا 20 سنة الأعمال بالنازل، أعمال بتطلع بحاجات غلط جدا بعيدة عننا، وبتوصل لنا، بتصدر صور للعالم التاني، سواء العالم العربي أو العالم أو الغرب، اللي احنا ناس مش كويسين. فدي الحاجة التانية برضو الأعمال أنا شايفها بقى. اتفرجت شوية عن هنا وهنا. دي الأعمال برضو فيها أفوارة جدا في المشاهد. يعني واحد مثلا يجيب لك مشهد، مثلا في مسلسل سيد الناس، واحد يجيب لك مشهد اللي هو راح يجيب ما حضرش عزا ابنه، فراح يروح نازل فتح المقبرة داخل بالكفن ماسكه وحضنه. حاجات اوفر جدا. ايه انا استفدت ايه من المشهد ده؟ يعني مشهد، يعني الميت ليه حرمه برضه، انت مش لازم تعمل، مش لازم المشهد ده يتعمل اصلا، ملوش لازمه دراميه بحته. يعني ما عملتوش المسلسل هيبوظ. مشاهد بقى كتيره من النوع ده ونوع تاني فيها قله ادب، فيها الفاظ خارجه، الفاظ غريبه. مسلسل حكيم باشا نفس القصه. مسلسل عتاوله اللي هو ماشي مفيش الفاظ، بس فيه ايحاءات اللي ايه، اللي برضه حاجات خارجه. فيعني برضه ممكن تبقى فيه رقابة، رقابة هتظبط الدنيا يعني. فده كان كل حاجة عن مسلسلات رمضان. ورمضان خلاص بينتهي، خلاص داخلين على العيد، ورمضان جرى، داخلين بقى على العيد وأفلام العيد وكل حاجة جاية إن شاء الله. فبس لو وصلت معانا لغاية هنا، لو عجبتك الحلقة متنساش اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل جرس التنبيهات. تابعنا على كل السوشيال ميديا، لينكات في الديسكربشن. قول لنا رأيك في اللي بيحصل في مصر، الحاجات اللي بتتعمل. بس أشوفكم في حلقة جديدة إن شاء الله. سلام.